مفتوحة ومباراة كلاسيكية افتتاحية مغلقة متحفة. Yes, I said, do we expect a classic closed opening match, or we think creativity and a lot of goals will be seen in this match? هذه المباراة فيها الكثير من الأحاسيس لأن كل العالم يشاهد هذه المباراة. إذن كل اللاعبين مستعدين لخوض غمار هذه التجربة الكبيرة. سنرى ما الذي سيحصل خلال 15 دقيقة الأولى، ومن ثم سنحكم ونطلق الأحكام القيمية على كل اللاعبين، ونتمنى أن تكون مباراة مفتوحة وفي المستوى، ونتمنى أن نرى الكثير من الأهداف. هذا ما نتوقعه. شكرا كاكا. ابراهيم خلفان، محمد ابو تريكة. الى ملعب المباراة، الى يوسف سيف، الى عصام الشوالي. مشاهدة ممتعة للمباراة الافتتاحية لكأس العالم. مرة أخرى شكرا مع بداية هذه المباراة انطلاقة تأتي، كانت عنابية تحولت لمنتخب الإكوادور. تدخل مباشر من حكم المباراة السيد دانييل أورساتو، واضح معك على الشاشة. 46 سنة، تاريخية للعنابي، تاريخية لقطر، تاريخية لنجوم قطر، وبالتالي تقل كرة خطيرة، التسديدة حضر جول فالنسيا النجم العام في منتخب الإكوادور يسجل هدف مبكر لمصلحة منتخب الإكوادور. كنت أتحدث عن هدف مبكر. نعم، يأتي هدف مبكر ولكن لمصلحة، وبالتالي أمامك الآن حكم المباراة العودة إلى الفار أو خطأ مثلا حدث أو ما إلى ذلك. على العموم ننتظر قرار حكم المباراة. هذا اللاعب سجل الهدف، ولكن هل يتم احتساب الهدف؟ هل هي مثلا فالنسيا يقول مثلا هل تكون إلى حالة تسلل أو في تقنية بداية موفقة لمصلحة منتخب الإكوادور. فريق يضغط، فريق يستلم الكرة، فريق يهاجم، وبالتالي بداية المباراة هو الفريق اللي ماسك المباراة. كرة تحولت إلى الأمام بكرة في غاية الخطورة، تحولت إلى الأمام، سقوط على أرضية الملعب. حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء، أول ركلة جزاء في المونديال لمصلحة منتخب الإكوادور. وفالنسيا يتقدم، يسجل فالنسيا الهدف الأول في كأس العالم في فقط 2022. الإكوادور هي من تسجل الهدف الأول. الأنصار المشجعين هنا، الأنصار والمشجعين في العاصمة كيتو، وبالتالي السعادة الكبيرة لأن في آلاف كما تشاهد الآن اللون الأصفر الطاغي في لقطة من فالنسيا لمرات، وكتب له أن يكون صاحب هدف الافتتاح في كأس العالم في قطر. نعم، ألغي له هدف بسبب التسلل وحكم الفار، ولكن يرجع بعد 10 دقائق ومن ضربة جزاء يحصلها فالنسيا، يتصدى لها. منتخبات أمريكا الجنوبية صعيبة برشا، معقدة جدا في لعبها. الأرقام هي من تتكلم. في 21 مواجهة الآسيا ضد أمريكا الجنوبية، فوز وحيد للقارة الصفراء، 2 تعادل و18 ربثة في المجموعات. وهناك 4 أو 5 فرق عربية خسرت كل مبارياتها في المجموعة. وأسر كريم حسن وصل الميدان، بريسينج عالي، خارجة كرة الإكوادور خطيرة، باش يشوط وكرة عالية، كرة عالية من اللاعب إبارة رقم 10. هذا الثاني منتخب تصدى. خارجة كرة للمنتخب الإكوادوري، فاول. كرة عن طريق اليمين، أنخيلو بريسيادو، كرة طويلة، ضربة راس والهدف
الهدف الثاني من فالنسيا. ما اخترك يا فالنسيا، لعيب هو شعار البطولة. كنت أتمنى أن أقولها على عفيف أو المعز علي، ولكن اللعيب هو فالنسيا. يا ابن اللعيب يا فالنسيا، بالراس يتأخر الراوي والدفاع في الضغط ويضرب بالراس الخطير فالنسيا المخضرم. عفيف عبد الكريم حسن، كرة بعيدة من عبد الكريم حسن. بداية صعبة وحضور قوي من فالنسيا وحضور ملفت من الإكوادور. عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.